بيسأل. ده كان جاب لي سؤال، قال في واحد من إخواننا قال ود الزنا ما بخش الجنة. وبعدين في حديث أظنه ما فهمه كويس، فهمت؟ حديثان افتكر انه وطبعا انا قلت لك حتى ناس ذاته مرات يوم واحد بيفتيك لمن ينجرك نجرة لمن يحيرك ذاته، يقرا له حديث ما فاهم معناه. قال له حديث، الحديث صحيح، حديثان اصلا. الحديث الاول اللي هو ولد الزنا شر الثلاثه اذا فعل بفعل والديه، ده الحديث الاول. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنا. ده الحديثين. زولنا ده أنا ما داري أجيب اسمه لأنه رجل فاضل، لكن في النهاية يمكن هو يبقى يحتاج إلى توضيح معلومة. ود الزنا شر الثلاثة في الحديث. ود الزنا ما شر على الإطلاق، يعني ما هو شر وبخش النار لأنه الزنا. الرسول قيد الكلام ده، قال ولد الزنا شر الثلاثة إذا فعل بفعل والديه. الثلاثة يتم الزاني والزانية وهو معاهم شنو الثالث، إذا بقى زيهم أنا بقى شر كمان، لأنه برضه حيشتغل في الشغلة دي وده المشكلة. لكن إذا بقى ود الزنا ما فعل بفعل والديه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال إذا فعل بفعل شنو والديه. إذا بقى ود الزنا زول كويس وصلي وزول ملتزم بالكتاب والسنة، هل يكون شر؟ وهل هو يوسم على انه ولد الزنا؟ ما ربنا قال، ما تجمع نصوص الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما عليه حاجه يخش الجنه ويخش اول حاجه اذا بقى صالح، لانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ممكن تكون وقت حلال وتمشي جهنم، وقت حلال عديل موكلتي لموكلك ومجرم مشرك تخلد في جهنم. والزنا يكون موحد حارس نيني يطقك بنيه يرميك، توحيد وما عديل، بس تدخله عشان والزنا ودوا النار. انت مجنون في مخك ده، انت ما فاهم. افهم الحاصل. اما الحديث الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، طبعا ده بيحتاج الواحد يرجع يكون عنده مراجع ويرجع لاقوال العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ولد زنا، ده مش معناه ومقصود به يعني ود الزنا. الحديث ده ما مقصود به ود الزنا، الحديث ده مقصود به والزاني المكثر من الزنا، لانه العرب بتقول للمكثر من الشيء ولده. زي واحد الان يقول لك انا ود السوق، في سوق بلد، لكن قال لك انا ود السوق ليه؟ لانه طوال عارف السوق كده، فيبقى المكثر من الشيء بينسب اليه، العرب تنسبه. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد الزنا، ده مش مقصود به ولد الزنا، مقصود به الزاني اللي بيكتر من الزنا طوالي، وده وعيد برضه ما بخلد في النار، لكن وعيد في حقه. عشان كده بتجمع بين النصوص، لا يمكن يكون ولد الزنا هو المعني. الكلام ده قاله الطحاوي في مشكل الآثار. أنا بقول لك كلام العلماء في الجمع بين النصوص، لأنه ما ممكن يعني تقول لا يدخل الجنة ولا الزنا، وآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ممكن، ده القرآن. فيجمع بين النصوص إنه لا يدخل الجنة ولد زنا، ده مقصود به شنو؟ الزول اللي بيكتر من الزنا، يعني يزني طوالي. لكن الزنا إذا بقى ملتزم، إذا بقى الزنا ذاته بزني يخش في شنو؟ يخش في الحديث ده، يبقى هو ذاته مكثر من الزنا، يخش في الوعيد. لكن إذا كان هو طلع ليس من الزنات، هل يدخل في الحديث؟ فده مقصود به الزاني. الكلام ده تراجعوا وين؟ في كتب العلم في مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. ده هو الجواب على هذا السؤال. معلش يلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.